في الفيديو ده انا هثبت لك ان اللغة الألمانية هي اسهل لغة في العالم، وهشرح لك قاعدة من اصعب القواعد اللي بتقابل اي حد بيبدأ يتعلم ألماني، وهي ايه الفرق بين النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف. واوعدك ان في نهاية هذا الفيديو هتكون قادر على التفرقة بينهم، وليه في افعال بيقول لك انها افعال بتيجي قبل الاكوزاتيف وافعال بتيجي قبل الداتيف فاحفظها. هو انا ليه احفظ اصلا؟ طب ما انت ممكن اصلا تعرف السبب اللي خلى الفعل ده يجي، عشان كده عملنا اكوزاتيف، فما تضطرش تحفظ وتبقى فاهم كل حاجة، وتقدر تنفي وتنكر وتعرف بهذه الحالات. يعني ايه كل الكلام ده؟ هو ده اللي انت هتعرفه في هذا الفيديو يا عزيزي. فهات كوباية القهوة الجميلة وكبر الشاشة ويلا بينا نبدأ. بما ان احنا بين كل فيديو بنقول لك هات كوبايه القهوه الجميله، فكلمه القهوه في اللغه الالمانيه معناها ديا كافيه. كلمه القهوه معناها ديا كافيه، وعشان تفهم يعني ايه ديا كافيه، انا هنا لما اجي اقول القهوه، كلمه الالف واللام هي الديا. الالف واللام في اللغه الالمانيه هي ديا، فلما اجي اقول القهوه هقول ديا كافيه. كلمة القهوة في اللغة الألمانية هي مذكرة، عشان نبقى فاهمين. احنا عندنا في العربي ان القهوة مؤنثة صح؟ القهوة لا، القهوة في اللغة الألمانية هي مذكرة، فالديا هي الألف واللام بتوع كلمة القهوة. ديا القهوة، هي ديا. حلو. وكلمة القهوة مذكرة، ركز معايا عشان دي هنحتاجها في بقية الفيديو، ان الفيديو كله هيبني على كلمة ان القهوة مذكرة في اللغة الألمانية. طيب لما اقول ديا كافيه، ان القهوة دلوقتي في حالة النوميناتيف. طب ممكن نوصف القهوة، ممكن اقول لك ان القهوة دي سخنة. كلمة سخن في اللغة الألمانية، وهي صفة انا بوصفها انها سخنة، كلمة سخن في اللغة الألمانية معناه هايس. فأنا دلوقتي لو عايز أقول أن القهوة تكون ساخنة، القهوة سخنة، هتبقى إيه؟ Der Kaffee ist heiß. القهوة تكون ساخنة. وقلنا أن القهوة مذكر، معلش خدها على قد عقلك، الألماني معبيط شوية، والقهوة قلنا أنها مذكرة. فدلوقتي الجملة اللي أنت شايفها دي هي في حالة النوميناتيف. هو إيه اللي في حالة النوميناتيف؟ كلمة القهوة. أنا دلوقتي مركز على إيه؟ على القهوة. القهوة دي في أي حالة من الثلاث حالات اللي إحنا قلنا عليهم؟ هي في حالة النوميناتيف، عند وصف الشيء. لما أجي أوصف أي حاجة في الألماني، الحاجة دي في حالة النوميناتيف. إن القهوة جميلة، إن القهوة رائعة، إن القهوة ساخنة، إن القهوة باردة. شفت أنا عمال أوصف القهوة أو بوصف أي حاجة، ممكن المية، أي حاجة بتوصفها بقى مش مهم، ممكن العصير، بس إحنا دلوقتي بنتكلم على القهوة لأن أنا بحب القهوة. فكلمة القهوة هي في حالة النوميناتيف، لأن هي الحاجة اللي بتتوصف. يبقى أنا لو بوصف أي حاجة في اللغة الألمانية، هي الحاجة دي في حالة النوميناتيف. طيب وقلنا إن القهوة مذكرة، الديا هي الألف واللام بتوع الكلمة. ركز في العربي عشان تفهم الألماني، الألف واللام بتوع الكلمة هي دي الحالات اللي احنا بنتكلم عليها. هو ده النوميناتيف والأكوزاتيف والداتيف. إيه هو؟ الألف واللام بتوع الكلمة. إن كده أنا بقول ان القهوة دي معرفة، انا بشاور على القهوة اللي قدامي وبقول القهوة ساخنة، فكده دي في حالة المعرفة. وادام انا بوصفها فهي في حالة النوميناتيف، فهتبقى القهوة ساخنة. Der Kaffee ist heiß، لان قلنا كلمة ساخن معناه ايه؟ heiß. فالقهوة ساخنة، Der Kaffee ist heiß. تاني حاجة، امتى تكون كلمة القهوة دي في حالة الأكوزاتيف؟ يعني ايه حالة الأكوزاتيف؟ برضو احنا هنلعب في الألف واللام بتوع الكلمة. الديا في حالة الأكوزاتيف بتبقى دن. حلو. طب امتى الديا تبقى دن؟ امتى احول كلمة القهوة من حالة النوميناتيف وتبقى في حالة الأكوزاتيف؟ امتى؟ لما اكون بعمل حاجة، لما اكون بعمل حاجة بالقهوة دي، انا بشرب القهوة. لما اجي اقول اني انا بشرب القهوة، فانا بعمل حاجة بالقهوة، فالقهوة في حالة الأكوزاتيف. ولو أنا بعمل القهوة، أنا بعملها بحضرها، فالقهوة برضو في حالة الأكوزاتيف. ليه؟ لأني بعمل حاجة بالحاجة، الحاجة اللي أنا بعملها بيها دي هي دي اللي في حالة الأكوزاتيف. يبقى إمتى القهوة تبقى في حالة النوميناتيف؟ لما أكون بوصفها. تبقى في حالة النوميناتيف اللي هي الحالة العادية اللي هي ديا كافيه. امتى القهوة تيجي في الجملة وتبقى ديا كافيه؟ لما بكون بوصفها. القهوة ساخنة، القهوة جميلة، القهوة رائعة، القهوة باردة. حلو. اما اكون بوصف القهوة فالقهوة في حالة النوميناتيف. اما اكون بعمل حاجة بالقهوة فالقهوة في حالة الأكوزاتيف. يعني ايه؟ انا بشرب القهوة. فعل يشرب في اللغة الألمانية معناه
trinken. انا اشرب ich trinke. انا اشرب القهوة. القهوة الاول لوحدها كلمة عادية اسمها ديا كافي، حالة النوميناتيف وهي الحالة الاساسية لاي كلمة. حلو. لما اجي اعمل الفعل بالقهوة واقول ان انا بشرب القهوة، قلنا انا اشرب ich trinke، وقلنا لما اكون بعمل فعل بالقهوة هتبقى القهوة في حالة الاكوزاتيف، فهتبقى بدل الديا دن. قلنا ان الديا في حالة الاكوزاتيف بتبقى ايه؟ دن. فانا لما اجي اقول ان انا بشرب القهوة هقول اشتغنك دن كافي، بدل ما اقول اشتغنك ديا كافي قلت اشتغنك دن كافي. ان انا بعمل الفعل بالقهوة ده. وركز معايا والله العظيم عشان اللي انا بقوله دلوقتي ده هيوضح لك اخر الفيديو ايه السبب وراء ان بيقول لك الافعال دي لما بتيجي الكلمه اللي بعديها في حاله الاكوزاتيف، والافعال دي لما بتيجي الكلمه اللي بعديها في حاله الداتيف. ليه تقول لي احفظ الافعال دي وترص لي صفين افعال مش هحفظ؟ تفهم بقى انا قصدي ايه، بس كمل معايا. امتى كلمه القهوه دي بقى تبقى في حاله الداتيف؟ انا دلوقتي وصفت لك القهوه وهي في حاله النوميناتيف، وقلت لك انا وانا بوصف الشيء هو في حاله النوميناتيف، انا وانا بعمل حاجه بالشيء هو في حاله الاكوزاتيف. طب امتى يبقى في حاله الداتيف؟ لما اكون بدي الشيء ده حاجه او بقول حاجه في مصلحته. يعني ايه؟ بص، لو عايز اقول ان انا ادي هذه القهوه 5 نجوم، انا بدي القهوه دي 5 نجوم. القهوه دي جامده لدرجه ان انا قيمتها ب5 نجوم. فانا دلوقتي اديت للقهوه دي حاجه او عملت حاجه في ايه؟ في مصلحتها. بالله عليك ركز معايا، انا بدي القهوه حاجه او بعمل حاجه في مصلحتها، فالقهوه في حاله الداتيف. لما اجي اقول الدية في حاله الداتيف هتبقى دم. الدية هتبقى دم بس اللي هي الالف واللام، والجمله هتبقى عاديه. كلمه 5 نجوم في اللغه الالمانيه معناها فونفشتانا. كلمه 5 نجوم معناها فونفشتانا. كلمه 5 معناها فونف، وكلمه نجمه معناها شتانا. فانا لو عايز اقول بقى ان انا بدي فعل يعطي في اللغه الالمانيه معناه جيبن، انا اعطي معناه ايش جيبه. حلو. وقلنا كلمة أنا لو عايز أقول بقى أنا بدي القهوة، أنا بدي القهوة 5 نجوم. ركز، أنا بدي معناها إيش جيبة. حلو. كلمة القهوة هنا هتبقى في حالة الداتيف، فهتبقى الدية هتبقى دم، فهتبقى الكلمة إيش جيبة دم كافيه 5 Sterne. إيش جيبة دم كافيه 5 Sterne. ليه أنا بدي القهوة دي 5 نجوم؟ عشان هي جميلة، صح؟ طب ركز بالله عليك، والله العظيم في هذا الفيديو لا تكون قادر على انك تتكلم باللي انا قلته ده، ال3 حالات دي في حياتك الطبيعية. شفت انا قلت ايه؟ ليه انا بدي القهوة دي 5 نجوم؟ عشان هي جميلة. كل ده هنجيله في الاخر، بس لازم تركز معايا في ال3 حالات وتفهم الفرق بينهم عشان هنبني الفيديو كله على كل الكلام ده. يبقى انا دلوقتي لو عايز اقول ان القهوة جميلة، ان انا لو بص احنا عندنا الشيء، سواء كان الشيء ده القهوة او اي شيء تاني. حلو. الشيء عندنا هو الموجود اهو، تمام؟ هو مذكر، الشيء مذكر دلوقتي اللي معايا. فانا لما اجي اوصف الشيء المذكر ده هيبقى ديع. حلو. لما اجي اعمل حاجة بالشيء المذكر ده هيبقى دن. الشيء هو اللي هيبقى دن. لما اجي اعمل اي حاجة في مصلحة الشيء ده او افيده بحاجة، الشيء ده هيبقى في حالة الداتيف. طيب، وعملنا المثال على القهوة. لما جيت وصفت القهوة وقلت ان القهوة ساخنة، دي كافيه است هايس، فبقت في حالة النوميناتيف. ولما جيت اعمل حاجة بالقهوة واقول ان انا بشرب القهوة، وقلت ايه؟ اشتغنك، فعل تغنكن يعني يشرب، اشتغنك دين كافيه لاني بعمل حاجة بالقهوة. ولما جيت ان انا اقول ان انا بدي القهوة دي 5 نجوم، ان انا عملت حاجة في مصلحتها دلوقتي، مش انا اديتها 5 نجوم، فهتبقى في حالة الداتيف. ايش جيبة جاي من فعل جيبن، ايش جيبة دم كافيه 5 Sterne. ان انا بدي القهوة دي 5 نجوم. طب ثانية، اكتب لي، وقف الفيديو واكتب لي تحت في التعليقات لو انا عايز اقول، وهتبقى في حالة ايه القهوة دلوقتي؟ لو انا عايز اقول انا بعمل القهوة، فعل يعمل في اللغة الالمانية معناه مخن. وقف الفيديو وقول لي تحت في التعليقات لو انا عايز اقول ان انا بعمل القهوة هقولها ازاي، وتعالى كمل الفيديو تاني. طيب دلوقتي عندنا فعل جيبن وقلنا هو فعل يعطي. حلو. ركز بالله عليك معايا، لو انا عايز اقول كلمة صديقي معناها ايه؟ صديقي، كلمة صديقي معناها
ماين فرويند، زيك كده يا صديقي. كلمة صديقي معناها ماين فرويند، دو بيست ماين فرويند، انت صاحبي. فلما اجي اقول صاحبي او صديقي معناها ماين فرويند. بالله عليك ركز معايا، ايه رايك لو انا عايز اقول انا بدي القهوه دي لصاحبي؟ انا بدي القهوه دي لصاحبي. تعالى بالعربي نركز. انا بدي القهوه لصاحبي، مين المستفاد في الجمله دي؟ صاحبي، صح؟ ليه؟ لان انا بديله القهوه، فهو اللي هيبقى في حاله الداتيف. ولما اجي اقول انا بدي القهوه لصاحبي، ده معناه ان القهوه هي اللي بيتعمل بيها الفعل، ان القهوه مشيت مني وراحت لصاحبي، فالقهوه بيتعمل بيها الفعل. فالشيء الشيء اللي بنعمل بيه الفعل هو اللي في حاله الاكوزاتيف. فدلوقتي عندنا في الجمله اللي احنا لسه هنكونها دي، هو انا بدي لصاحبي القهوه، انا اهدي او اعطي لصديقي القهوه. كده ان صديقي هو المستفاد فهو في حاله الداتيف، وان انا بعمل، وان القهوه هي اللي بيتعمل بيها الفعل فهي في حاله الاكوزاتيف. فتعالى نكون الجمله الجميله دي. فعل يعطي في اللغه الالمانيه معناه جيبن، فعل يعطي معناه جيبن وقلناه. طيب، وكلمة صديقي معناها ماين فرويند. كلمة ماين هي أداة نكرة، إن أنا معرفتش مين صاحبي. أنا ما قلتش لمحمد لأحمد، أنا ما قلتش كده، ما قلتش لزياد، لا أنا ما قلتش كده، أنا قلت إيه؟ لصاحبي. أنت معرفتش مين هو صاحبي وأنا بكلمك، صح؟ فهتبقى ماين فرويند. هنا مفيش ألف ولام في الجملة، في صاحبي صديقي، مش معرف من هو الصديق، صح؟ فماين فرويند هتبقى ماينم في حالة الداتيف. ماين فرويند هتبقى ماينم، هنزود اي ام. طب بالله عليك ركز معايا دلوقتي، انا قلت ايه؟ ان انا بدي لصاحبي، صاحبي المستفاد، فصاحبي لما نقوله في حالة الداتيف هيبقى ماينم فرويند. ماين فرويند هتبقى ماينم فرويند. طيب، وكلمة القهوة، كلمة القهوة ان احنا قلنا هتبقى ايه؟ احنا قلنا انها اللي بيتعمل بيها الفعل، فلما حاجة بيتعمل بيها الفعل هتبقى في حالة اكوزاتيف. وكلمة القهوة مذكرة، والمذكر اللي هي الدية بتبقى دن في حالة الاكوزاتيف. فدلوقتي لو عايز اكون الجملة على بعضها واقول انا بدي لصاحبي ich gebe meinem Freund، ich gebe meinem Freund، انا بدي لصاحبي القهوة. القهوة، بص، القهوة تبقى دين كافيه. ايه ده؟ ايه اللي حصل في الجملة دي؟ شرحناها ان صاحبي المستفاد فبقى في حالة الداتيف، وان القهوة اللي بيتعمل بيها الفعل فبقت في حالة الاكوزاتيف. بكل بساطة بالله عليك ركز معايا عشان اللي جاي مهم جدا. طب لو عايز اقول انا بعمل لصاحبي القهوة، فعل يعمل معناه مخن. ممكن تقول لي تحت بقى في التعليقات، وقف الفيديو كده وقول لي دلوقتي في التعليقات لو انا عايز اقول انا بعمل لصاحبي القهوة هقولها ازاي؟ وقف الفيديو وقولها عشان مهم جدا. اللي معمول له، اللي الفعل بيتعمل في مصلحته هيبقى في حالة ايه؟ واللي بيتعمل بالفعل هيبقى في حالة ايه؟ وقف الفيديو وقول لي ويلا نكمل. مراجعة سريعة على اللي احنا خدناه. احنا دلوقتي قدرنا نعرف القهوة. قلنا ان القهوة الالف واللام بتوع القهوة في حالة النوميناتيف هي الدية، لانها مذكرة فبتبقى دية. حلو. ولما اجي اقول ان القهوة بيتعمل بيها حاجة، الدية هتبقى دن، عشان القهوة بيتعمل بيها حاجة فدي حالة الاكوزاتيف. ولما اجي اقول ان انا بعمل حاجة في مصلحة القهوة فالدية هتبقى دم. ليه؟ لان دي حاجة بتتعمل في مصلحتها. طيب، وعرفنا ان انا لما اجي اعمل لصاحبي حاجة، ان انا دلوقتي بدي لصاحبي القهوة، ان صاحبي هو المستفاد فصاحبي في حالة الداتيف، وان القهوة اللي بيتعمل بيها الفعل فهي في حالة الاكوزاتيف. طيب، ممكن تركز معايا دلوقتي؟ كل ده انا معرف لك الدنيا، بقول لك القهوة، صح؟ طب ايه رأيك لو قلت قهوة؟ هنا في قهوة، ازاي اقول هنا في قهوة؟ انا ما قلتش القهوة، انا بقول قهوة. كلمة قهوة معناها اين كافي، كلمة قهوة معناها اين كافي. كلمة القهوة معناها ديا كافي. القهوة، كلمة قهوة اين كافي. بالله عليك ركز معايا. لو انا عايز اقول هنا في قهوة، كلمة هنا معناها هي. حلو. لو عايز اقول بقى هنا يكون قهوة، هنا في قهوة، هي ist ein Kaffee، هنا في قهوة. حلو قوي. دي كده في حالة النوميناتيف. لما انا جيت، بص، الكلام بيفرق والله، الكلام بالعربي بيفرق. انا ليه بعرفك الحالات دي؟ سيبك من القواعد، انا ليه بعرفك كلامك بالعربي بيفرق، وانا بحاول اتكلم بالعربي بالراحة. كلامك بالعربي بيفرق في الموضوع ده. بدل ما انا اقول ان القهوة
ساخنه، انا دلوقتي بوصف القهوه دي، القهوه قدامي وانا بوصفها، غير ان انا اقول لك هنا في قهوه، احنا عندنا قهوه. انا ما قلتش نوع القهوه ايه، والقهوه مش قدامي وشاورت لك عليها وما عرفتلكش ايه هي القهوه، انا قلت لك ايه، هنا في قهوه. فلا برضو دي هتبقى في حاله النوميناتيف، ان انا بتكلم بالعربي قلت هنا في قهوه، غير وانا بقول القهوه وبشاور عليها كده ساخنه او القهوه جميله. فركز معايا، هنا في قهوه معناها هي ist ein Kaffee. انا هنا دلوقتي قلت ان هنا في قهوه، برضو هي في حاله النوميناتيف. طيب لو انا عايز اقول ان انا بشرب قهوه، انت اتصلت عليا بتقول لي بتعمل، قلت لك انا بشرب قهوه، هل انا عرفت لك قلت لك انا بشرب القهوه اللي انت جبتها لي؟ انا قلت كده، يبقى انا عرفتك ايه هي نوع القهوه اللي انا بشربها، صح؟ لا انا ما بعرفكش، انا بقول لك ايه، انا بشرب قهوه. كلام بالعربي بيفرق وهو اللي بيخليك تقول الجمله دي. طيب كلمه اين كافيه معناها قهوه. طب لو عايز انا اخلي بقى، بص احنا قلنا ايه من شويه، لما انا اكون بعمل حاجه بالقهوه دي، القهوه في حاله الاكوزاتيف دي نفس الكلام، انا بشرب قهوه، القهوه هتبقى في حاله الاكوزاتيف عادي. بس ايه بقى، مش القهوه، كلمه قهوه عاديه اللي هي اين كافيه هتبقى اين كافيه في حاله الاكوزاتيف. حلو قوي. طيب يبقى انا دلوقتي لما اجي اقول ان انا بشرب قهوه، اشتغنك فعل تخنكن معناه يشرب، انا اشرب اشتغنك، انا بشرب قهوه، انا بشرب قهوه، اشتغنك اينن كافيه. طب انا بشرب القهوه، انا قلت الف ولام، اشتغنك دن كافيه. معايا ومركز صح؟ طيب تيجي نقول ان انا للقهوه مفيش الف ولام هنا، في انا بدي للقهوه 5 نجوم. انا ما قلتش انا بدي القهوه 5 نجوم، دي خدناها فوق اللي هي ايه، دم، صح؟ دم كافيه. لكن دلوقتي انا عايز اقول انا بدي للقهوه 5 نجوم، انا ما عرفتش ايه هي القهوه مش قدامي، ما شاورتش عليها، فالكلام بيفرق. الاين كافيه هتبقى اينم كافيه في حاله الداتيف. تيجي نقولها فعل يعطي معناه جيبن، انا اعطي ايش جيبه، انا اعطي للقهوه ما عرفتهاش، ايش جيبه اينم كافيه فنفشتانا، انا بدي للقهوه انا بدي للقهوه 5 نجوم، ما قلتش انا بدي القهوه 5 نجوم، انا قلت انا بدي للقهوه 5 نجوم. بتفرق يا عزيزي. طيب انا بدي لصاحبي قهوه، انا دلوقتي لا عرفت مين هو صاحبي ولا عرفت القهوه، بس مين المستفاد؟ تعالى كده بالعربي، انا بدي لصاحبي قهوه، مين المستفاد في الجمله دي؟ صاحبي. ومين اللي بيتعمل بالفعل؟ كلمه قهوه. حلو. طيب صاحبي في حاله الداتيف والقهوه في حاله الاكوزاتيف. طب الجمله بالعربي كانت ايه؟ انا بدي لصاحبي قهوه، يعني مفيش الف ولام، مفيش حاجه معرفه، ولا صاحبي معرف ولا كلمه القهوه معرفه. فتعالى نكون الجمله. ايش جيبه فعل يعطي معناه جيبن، انا اعطي ايش جيبه، انا اعطي لصديقي، ما قلتش مين هو الصديق، انا اعطي لصديقي، صديقي في حاله الداتيف هتبقى meinem Freund. ich gebe meinem Freund einen Kaffee. ich gebe meinem Freund einen Kaffee. انت فاكر كده خلصنا؟ لا هنطول المثال شويه. لو انا عايز اقول انا بدي لصاحبي القهوه والقهوه، انا بدي لصاحبي قهوه والقهوه تكون ساخنه. اول مثال خدناه. دلوقتي بص ركز كده في الجمله بالعربي، انا قلت انا بدي لصاحبي قهوه، انا بدي لصاحبي قهوه، ولا صاحبي ولا القهوه معرفين، هتبقى meinem Freund واinen كافيه. حلو. und كلمه und مع كلمه و معناها und القهوه تكون ساخنه، انا بوصف القهوه، فالقهوه في حاله النوميناتيف. فانا لما اقول لك ان انا هثبت لك ان الالماني هو اسهل لغه في العالم، يبقى هي اسهل لغه في العالم. تعالى كده نكون الجمله دي. ich gebe meinem Freund einen Kaffee und der Kaffee ist heiß. und der Kaffee ist heiß. وقف الفيديو وقول لي تحت في التعليقات الجمله اللي هقولها لك دي، قول لي ان انا بعمل لصاحبي قهوه والقهوه تكون بارده. كلمه بارد في اللغه الالمانيه معناها كالد، فلو عايز اقول ان انا بعمل لصاحبي القهوه والقهوه تكون بارده، وقف واعملها وتعالى عشان نكمل. الحلقه طويله وانا بعشق الحلقات الطويله اللي بنقعد نرغي فيها براحتنا. دلوقتي لو انا عايز اقول ان دي مش قهوه، طب ثانيه، لما انا كنت بقول دي قهوه معناها ايه؟ هذه تكون قهوه، هذا يكون معناه داسيست، هذه تكون قهوه. انا ما قلتش القهوه، انا قلت ايه؟ قهوه، فهتبقى
ein Kaffee. فلما جيت اقول هذا يكون معناها das ist، فلو عايز اقول بقى هذا يكون قهوة، دي قهوة، ها das ist ein Kaffee. das ist ein Kaffee. ما قلتش القهوة، قلت قهوة. das ist ein Kaffee. طب بالله عليك ركز معايا، لو عايز اقول دي مش قهوة، هذا لا يكون قهوة، انا ما قلتش الف ولام، فاحنا بنلعب دلوقتي في ein Kaffee. حلو قوي. طيب لو عايز اقول دي مش قهوة، فاكر في البارتيات اللي فاتت، ولو مش فاكر مش مهم، لما اجي اقول مش قهوة، لما اجي انفي اي اسم في اللغة الالمانية هقول kein Kaffee. ein Kaffee هتبقى kein Kaffee. دي مش قهوة بكل بساطة، ودي حالة النوميناتيف يا عزيزي. انا دلوقتي بلعب في حالة النوميناتيف. كلمة قهوة في حالة النوميناتيف معناها ein Kaffee. كلمة مش قهوة في حالة النوميناتيف معناها kein Kaffee. ان انا بنفي ان دي مش قهوة، وطول ما انا ما عملتش بيها فعل فهي مش في حالة الاكوزاتيف، وطول ما انا ما عملتش حاجة في مصلحتها فهي مش في حالة الداتيف. يبقى دلوقتي ان انا بوصفها بقول ان دي مش قهوة، يا عم انا بتكلم عن حاجة فهي في حالة النوميناتيف. دي مش قهوة هتبقى das ist kein Kaffee. das ist kein Kaffee. ein Kaffee بقت kein Kaffee بكل بساطة. طب ثانية، لو انت كلمتني قلت لي انت بتشرب قهوة صح؟ انا هقول لك انا مش بشرب قهوة. انا مش بشرب قهوة. مش انت كلمتني من شوية يا غلس وسألتني قلت لي هو انت بتشرب او انت بتشرب ايه؟ قلت لك انا بشرب قهوة، فقلت لك اشتغنك einen Kaffee، لاني بعمل حاجة بالقهوة، فالقهوة بقت في حالة الاكوزاتيف صح؟ فبقت einen Kaffee. اشتغنك einen Kaffee. لو عايز اقول بقى انا مش بشرب قهوة، انا بنفي ان انا مش بشرب قهوة. بص ركز، انا دلوقتي مش بنفي الفعل، انا مش بقول انا مش بشرب حاجة، لا انا ممكن اكون بشرب مية، لكن انا مش بشرب قهوة. انت توقعت غلط، انت بتقول انت بتشرب، قلت لك بشرب. حلو. فانت قلت لي انت بتعمل ايه؟ فقلت لك انا بشرب. قلت لي بتشرب قهوة صح؟ انا بقول لك بقى ايه؟ انا مش بشرب قهوة، بس وارد ان اكون بشرب مية صح؟ طب بالله عليك ركز معايا دلوقتي، لو انا عايز اقول انا مش بشرب قهوة، ودلوقتي انا بنفي الاسم مش بنفي الفعل. احنا خدناها في البارتيات اللي فاتت، وارجع ان لما بكون بنفي الفعل بقول نشت، لكن لما اكون بنفي الاسم بقول كاين. حلو قوي. طب دلوقتي انا بنفي الاسم وانا بعمل حاجه بالقهوه دي، انا بعمل حاجه صح اللي هي ايه؟ انا بشرب القهوه، كان معناها اشتغنك اينن كافي، انا بشرب قهوه. طب لو عايز اقول انا مش بشرب قهوه، اشتغنك كاينن كافي. اشتغنك كاينن كافي، انا مش بشرب قهوه، بس ممكن اكون ايه؟ انا بشرب ميه. ابا اشتغنك فاسا، انا بشرب ميه لكن انا بشرب ميه. ركز بالله عليك، كلمة مية معناها فاسا، فلو عايز اقول لك انا مش بشرب قهوة لكن انا بشرب مية، اشتغنك كاينن كافي، ابا اشتغنك فاسا. بالله عليك ركز، بالله عليك ركز معايا لاني هروق عليك. طب ثانية، لو انا عايز اقول ان انا مش بدي القهوة، انا مش بدي للقهوة 5 نجوم، مش احنا قلنا فوق انا بدي للقهوة 5 نجوم؟ دلوقتي انا عايز اقول انا مش بدي للقهوة 5 نجوم، هتبقى لما جيت اقول ان انا بدي القهوة 5 نجوم كنت بعمل حاجة في مصلحة القهوة صح؟ دلوقتي انا مش بعمل حاجة في مصلحة القهوة بس ذكرتها في موضع المصلحة، فهتبقى في حالة الداتيف. انت فاهمني؟ انا متأكد انك فاهمني، ومتأكد ان احنا الاتنين فاهمين بعض، لان انا متأكد ان انا بقدر ان انا اطلع لك اللي جوه دماغي واديهولك. فدلوقتي لما انا اجي اقول لك ان انا مش بدي القهوة 5 نجوم للقهوة، ما قلتش القهوة، بقول للقهوة، اي قهوة. طيب كلمة اي قهوة كان معناها اين كافي، في حالة الداتيف هتبقى اينم كافي صح؟ طيب في حالة بقى ان انا جيت انفي اقول مش بدي للقهوة، هتبقى keinem Kaffee. Ich gebe keinem Kaffee 5 Sterne. Ich gebe keinem Kaffee 5 Sterne. انا مش بدي للقهوة 5 نجوم. يبقى انت كده استفدت ايه مني؟ بس عشان نبقى انا وانت جامدين، ان انا لما بكون بوصف اي حاجة، انا لما بكون بوصف اي حاجة، الحاجة دي في حالة النوميناتيف، سواء كانت حاجة معرفة قدامي ان انا بقول القهوة او بقول قهوة، فهي في حالة النوميناتيف. ولما اكون مش بوصف اي حاجة، ان انا دلوقتي بقول لك ان دي مش قهوة، بص دي مش قهوة، انا برضو دي مش قهوة، انا برضو بوصف دي، استيل ان انا بوصف دي او مش بوصف دي، هي في حالة النوميناتيف. حلو، سواء كانت نكرة او معرفة. عارف يعني ايه نكرة او معرفة؟ نكرة دي بالعربي معناها ان هي حاجة مش معرفة، انا مش عارف
هي فين، هي اني نوع قهوه بمعنى اصح. لكن لو انا بقول لك انا بشرب القهوه، فانا عرفت لك القهوه، فدي حاجه، دي معرفه، فهتبقى الدية. الدية دي حاله النوميناتيف، الاين دي نكره ودي في حاله النوميناتيف برضو. طيب الدن لما بكون بعمل فعل بالحاجه، ان انا دلوقتي بشرب القهوه، انا بعمل القهوه، انا اهديك القهوه، فدلوقتي ان القهوه دي بيتعمل بيها فعل، فهي في حاله الاكوزاتيف. وقلنا سواء كانت القهوه او قهوه برضو في حاله الاكوزاتيف. طيب بعد كده قلنا ان انا لو انا بعمل حاجه في مصلحه القهوه دي، زي ان انا بقيمها 5 نجوم مثلا، فهي هتبقى في حاله الداتيف. حلو قوي. ولما جيت انفي سواء كانت القهوه دي القهوه او كانت قهوه، برضو في حاله الداتيف. طب ركز معايا دلوقتي، لو انا عايز اقول، طب وقلنا ايه تاني؟ ان لو انا بنفي القهوه دي، ان انا بقول دي مش قهوه، استيل ان انا برضو لسه بوصفها، فانا دي هتبقى في حاله النوميناتيف، ان هذه ليست قهوه. Das ist kein كافيه. اين كافيه بقت كاين كافيه. ولو عايز اقول ان انا مش بشرب قهوه، استيل ان انا مش بعمل فعل بالقهوه، بس ذكرتها في منطقه الفعل، فقلت ich trinke keinen كافيه. einen كافيه بقت keinen كافيه. ركز. طب ولو انا عايز اقول ان انا مش بدي القهوه 5 نجوم، استيل انها برضو في منطقه اللي بيتعمل فيها تقييم، فهتبقى في حاله الداتيف. ich gebe einem كافيه بقت keinem كافيه 5 Sterne، ان مش بدي القهوه دي 5 نجوم. دلوقتي لو انا عايز اقول، شفت انا قلت ايه؟ شفت انا دلوقتي هخليك تختصر الكلام بقى، احنا خلاص هنقفل الفيديو بعد اللي انا هقوله ده. انا هخليك تختصر الكلام. يعني ايه تختصر الكلام؟ ان انا لما اجي اقول القهوه ساخنه، صح؟ مش انا قلت كده القهوه سخنه، كنت بقول ايه؟ دي كافيه است هايس، صح؟ في اول الفيديو قلنا كده. طب ثانيه، لو عايز اقول هي القهوه هناك هي ماشي، وانا عايز اقول هو سخن، مش انا قلت ان القهوه هي مذكر، فالقهوه هو، صح؟ هو صح. هو في اللغه الالمانيه هو ضمير اسمه ايا، فبدل ما اقول القهوه ساخنه بقول هو سخن. ايا است هايس، هو يكون ساخن. ايا است هايس، ان انا بشاور على القهوه وبقول ان القهوه سخنه. ايا است هايس. ركز معايا بالله عليك يا عزيزي. طب ثانيه، دلوقتي لو عايز اقول دي كده في حاله الايه؟ النوميناتيف، ان انا عوضت عن القهوه الدية، عوضت عنها بايا، هو يكون سخن. حلو قوي، حاله النوميناتيف. طب لو عايز اقول ان انا بشربه، انا بشربه، هو هيبقى في حاله الاكوزاتيف، صح؟ لاني بعمل فعل بيه. قلنا لما بكون بعمل فعل بالحاجه، الحاجه دي في حاله الاكوزاتيف. طيب هو في حاله الاكوزاتيف هتبقى ان، بدل ايا هتبقى ان. انا عارف ان احنا قلنا معلومات كتير، بس والله هتستمتع وانت قاعد بتكتب الدرس ده يا عزيزي. ركز معايا، ان هو في حاله النوميناتيف، هو في حاله النوميناتيف معناها ايا. وقلنا لما اجي اوصف الشيء واقول هو سخن، ايا است هايس، حاله النوميناتيف العاديه ان هو ساخن. حلو قوي. لو عايز اقول ان انا بشربه هتبقى في حاله الاكوزاتيف، لاني بعمل فعل بيه. لما اجي اقول بقى هو في حاله الاكوزاتيف هتبقى ان. فلما اجي دلوقتي اقول بقى انا بشربه، اشترينك، فعل ترينكن معناه يشرب. انا اشرب اشترينك، انا اشربه اشترينك ان. انا بشربه. وفرت على نفسي كتير، بدل ما اقول انا بشرب القهوه او انا بشرب قهوه، اشترينك ان. انا بشربه اشترينك ان. ركز معايا بقى بالله عليك. طب دلوقتي لو انا عايز اقول ان انا بديه 5 نجوم، ان انا بقيمه 5 نجوم، ايه هنا حالة النوميناتيف هتبقى في حالة الداتيف ايم. طب ليه بقت في حالة الداتيف؟ لان انا بعمل حاجة في مصلحته، فلما جيت اقيمه 5 نجوم عملت الفعل ده في مصلحته، فهتبقى ich gebe ihm 5 Sterne. ايه بقت ايم عشان في حالة الداتيف. يبقى عندنا ايه حالة نوميناتيف عادية لاني بوصفه. حلو قوي. عندنا ان حالة اكوزاتيف عشان انا بعمل حاجة بيه، انا بعمل فعل بالحاجة دي. انا بشرب القهوة، انا بعمل القهوة، فبدل ما اقول كلمة القهوة بقول ich trinke ihn. ich trinke ihn. طيب لو عايز اقول ان انا بديله 5 نجوم، انا بعمل حاجه في مصلحته، فايه هتبقى ايم. ان انا دلوقتي
بديله 5 نجوم، فدي حالة الداتيف. عندنا أداة ربط في اللغة الألمانية معناها فايل، وخدناها كتير قبل كده. فايل دي لما بتيجي بين جملتين بتودي الفعل اللي في الجملة التانية في آخر الجملة وبتخليه في حالة المصدر. حلو قوي. أنا عايزك تكون لي الجملة اللي أنا هقولها دي. وفايل دي معناها لأن أو عشان. لو أنا عايز أقول إن أنا مش بدي لصاحبي قهوة، أنا مش بدي لصاحبي قهوة عشان القهوة سخنة. انا مش بدي لصاحبي قهوه عشان القهوه سخنه. هنكونها وانت هتكون واحده في التعليقات ونقفل الفيديو. فعل يعطي في اللغه الالمانيه كان معناه ايه؟ جيبن، صح؟ انا اعطي ايش جيبه. انا اعطي لصديقي ايش جيبه ماينم فرويند، لانه المستفاد ايش جيبه ماينم فرويند كاينن كافيه. ان انا بدي لصاحبي القهوه. عرفنا ليه كونت الجمله دي كده، صح؟ ان انا بعطي لصديقي القهوه، صديقي المستفاد فبقى في حاله الداتيف، والقهوه اللي بيتعمل بيها الفعل فبقت في حاله الاكوزاتيف. طيب قلنا ان كلمه القهوه سخنه كان معناها ايه؟ دي كافيه است هايس، صح؟ طيب وقلنا كلمة فايل معناها ايه؟ لأن دي أداة ربط بتيجي بين جملتين بتودي الفعل اللي في الجملة التانية في آخر الجملة. ايه هي الجملة التانية اللي عندنا؟ دي كافيه است، هو ده الفعل هايس. حلو قوي. فلما فايل تيجي قبليها هتبقى فايل دي كافيه هايس است. حلو قوي. ممكن نكون الجملة كلها على بعضها. هتبقى Ich gebe meinem Freund keinen Kaffee weil der Kaffee heiß ist. لأن القهوة ساخنة. أنا مش بدي لصاحبي قهوة عشان القهوة سخنة. ركز في العربي. أنا لا أعطي، أنا مش بدي لصاحبي قهوة لأن القهوة ساخنة. حلو قوي. طب ممكن انت تكون لي الجملة دي تحت في التعليقات. لو أنا عايز أقول إن أنا مش بدي لصاحبي قهوة عشان هو سخن، عشان هو سخن. ركز وقولها لي تحت في التعليقات. ونيجي لأهم سؤال بقى في الحلقة دي. ليه بيقولوا لك الافعال دي لو حفظتها الكلمه اللي بعديهم في حاله الاكوزاتيف، والافعال دي لو حفظتها الكلمه اللي بعديهم في حاله الداتيف، والطالب يعني يقعد يحفظ ويحس بالصعوبه الجامده دي؟ صاحبي اي فعل هيجي في الجمله لو انا بعمل الفعل ده بعمله مش لمصلحه شخص، انا بشرب القهوه، انا بطبخ الاكل. بص تعالى نتكلم بالعربي. حلو. انا مش هقول لك افعال، انا هتكلم بالعربي. انا بعمل القهوه، انا بشرب القهوه، انا بطبخ الاكل. كل حاجه انا بعمل. يعني انا دلوقتي بعمل بالحاجه دي حاجه. انا عندي الاكل، صح؟ انا بطبخ الاكل، انا باكل الاكل، انا بحضر الاكل. مش مهم الافعال نوعها ايه، المهم ان انا بعمل حاجه بالشيء ده. عندي شيء بعمل بيه حاجه، بعمل بيه حاجه. الشيء ده في حاله الاكوزاتيف دايما من الاخر. طب لو عندي شيء بعمل لمصلحته حاجة أو بعمل له حاجة، الشيء ده في حالة الداتيف دايما. فمش مهم الفعل إيه، مش مهم الفعل اللي موجود إيه، مع إن في أفعال وهم قايلين لك عليها، بس مش مهم. اعرفها بالعربي هتلعب باللغة لعب يا صديقي. تعرفها إيه؟ إن أنا لما بكون بعمل بالشيء فعل، الشيء ده في حالة الأكوزاتيف. لما بكون بعمل لمصلحة هذا الشيء فعل، فالشيء ده في حالة الداتيف بكل بساطة. طيب لو الفيديو ده وصل ل50,000 لايك هعمل بارت 2 منه ان شاء الله. استنى الحلقة الجاية ان شاء الله نعيشنا. وما تنساش تدعي لأهلنا في غزة وفي السودان. لو حابب تتعلم ألماني بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة ابعت لي رسالة، وما تنساش تعمل لي فولو.